بالنسبة لمباراة ريال مدريد الزبالة اللي قدمها قبل شوي بصراحة يعني ما تعرف من وين بدك تبلش. لأنه لا الهجوم هجوم ولا الدفاع دفاع ولا يعني فكرة انك تدخل كل النجوم بقلب بعضها جد ترجعك لموسم الجلاكتيكو يوم من بال 2004 2005. ما تعرف تحط مين مع مين، يعني هل يا ترى زيدان يشتغل ورا المهاجمين، هل يا ترى يعني حتى كان ينزل جوتي احيانا، كان فرناندو جاغو، يعني بجد تحس يعني بصراحه اللي ما تابع الجيل القديم لجلاكتيكو خليه يتابع هذا، لانه اثنين نفس الشيء، اثنين نفس الشيء، ما فرق هذا عن هذا. لانه هذاك يعني كان يعطيك متعه وتخسر، هذا بصراحه لا متعه وعم تخسر، يعني لا متعه ولا اداء ولا شيء. معاكم محمد بهاشتاج سبورت، اتمنى طبعا تنزلون تشتركون بالقناه، لانه ريال مدريد بصراحه اليوم قدم مباراه من أسوأ المباريات جد بتاريخ دوري الابطال بدون مبالغه، لانه قدم اداء زفت للاخر. يعني اتذكر اني مره خسر ضد، شوف، ضد المان سيتي 4-0، بس مع هيك كان اقل شيء تحسه انه كان يدافع، يعني كان عنده شيء قاعد يشتغل عليه، عرفت علي؟ اما اليوم نهائيا لا دفاع لا وسط لا هجوم نهائيا. يعني ما اقول لك بعد ما شوي يعني ها طلع كامافينجا، طلع اندريك، يعني نزل لوكا مودريتش. جولير اتوقع انه كان لازم ما ينزله بصراحه، يعني للامانه جولير كان المفروض ما ينزله. لوكا مودريتش كان كثير مهم من البدايه، يعني مع انه على فكره لوكا مودريتش مرتين ثلاث اعطى كثير حلول للعيبه اللي قدام، وهاي قيمه مودريتش. نتكلم يعني جد فريق تحسه مكتف، الفريق تحسه مكتف. ما تعرف، جود بيلينغهام مو مبسوط باللعب، جود بيلينغهام مو مرتاح، تحسه مو جود بيلينغهام السنه الماضيه، يعني ما اعرف شو صار له، كانه جيت مبابي غطرسه فينيسيوس مو الموسم الماضي، ولا يعني تحس جيت مبابي، يعني لعنه فريق ريال مدريد بصراحه. لان نتكلم والله العظيم عن جد، يعني جيت كليان مبابي هي ما كانت نعمه قد ما هي نقمه بالوقت الحالي. يعني يمكن بده لسه موسم كامل حتى يتاقلم مع الفريق. يا جماعه نتكلم عن نجم، احنا ما نتكلم عن شخص عادي، نتكلم عن كيليان مبابي. لا يعني المفروض بصراحه لعيبه ليل قدموا مباراه تاريخيه، يعني لعيبه قاعد يلعب والله العظيم للدقيقه 90 قاعد يركضون، لك ما في لاعب بيهم. لا تقول لي صحراوي محراوي، كلياتها صحراوي يا قدت، كلياتها تحس لعيبه فرنسا اليوم. جد خلينا نكون واقعيين، لعيبه فريق ليل قدموا مباراه للتاريخ. يعني تحس انه اللعيبه قالت لك انا العالم احيانا ما يشوفني، ولكن كوني راح العب ريال مدريد فالعالم كله راح يشوفني، ولانه العالم راح يشوفنا اليوم راح اقدم مباراه للتاريخ. بس لانه العالم راح تشوفنا اليوم راح اقدم مباراه للتاريخ بالنسبه لي ليل. على فكره انا بدي احكي كلمه شوي للجماهير، يعني ليش ما تشتركون بالقناه؟ يعني جد مشاهديني ليش ما تشتركون بالقناه؟ ايش ناقصكم يعني؟ معكم محمد بهاشتاج سبورت، اتمنى منكم طبعا تشتركون بالقناه. جد انا مبسوط بليل، وبنفس الوقت مبسوط باستون فيلا انه ربح على البايرن. طبعا استون فيلا فاجأ زاد الجميع انه فاز على بايرن. طبعا الفيلا بارك ملعب استون فيلا ترى من المباريات، من سبحان الله هو كل فريق بقلب ملعبه دائما يلعب ب 12 لاعب، 11 لاعب، والجمهور يكون رقم 12. وقت يكون الجمهور بيومه يا جماعة يعطي الفريق دعم نفسي مو طبيعي. فمشان هيك يعني مباراة البايرن يعني طبعا انت تتابعها يعني كلياتنا، ما تقول لي حدا يجي يتابعها تحط لك احيانا تحط الايباد، تحط تتفرج على التلفزيون على التليفون، تحاول انك تشوف قد ما تقدر، بس ما تقدر تلحق مباراة ليفربول على مباراة استون فيلا ضد بايرن وعلى مباراة ريال مدريد ضد ليون. مشان هيك مثل ما قلت لكم معاكم محمد بهاشتاج سبورت، اتمنى طبعا تشتركون بالقناة وتدعمونا بزر شير ولايك، والسلام عليكم.